السلام عليكم. النهارده بقى هعمل معاكم الكوارع، بس مش اي كوارع، كوارع بالخلطة. طعمها في منتهى الجمال، هتدمنوها بجد. الاول هنجيب حلة. انا عملت في حلة الضغط، ممكن تعملوها في اي حلة عادي، بس الحلة التانية هتاخد معاكم وقت في السوا. انا جبت الحلة كده حطيتها على نار عالية، واول ما الحلة سخنت جامد نزلت على طول بالكوارع بتاعتي. واول بقى ما اقلبها كده، انا ما قلبتهاش بمعلقه طبعا عشان مش هعرف اقلبها. قلبتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، واول ما اتشمعت معايا كده نزلت كده ببصلايه كبيره وطماطمتين كده وسط متقطعين مكعبات، وحطيت ورق لورا وحبهان وفلفل اسود، وقلبتهم برضو بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبرضو هحط الملح كمان. انا في حلة الضغط بحط الملح، لو حلة عادية حطوا الملح بعد ما تستوي عشان الملح بيأخر في تسويتها. حطيت معلقة كبيرة كده من الملح وقلبتهم برضو كويس جدا. واول ما تتبل شوية كده بالتتبيلة اللي احنا عملناها دي، هنزل عليهم بمية مغلية كده. انا هنا غلطت غلطة، اللي انا مليت الحلة الضغط قوي. المفروض ان انتوا لو حلة ضغط ما تحطوش المية دي كلها، لان انا لا قدر الله يعني كانت ممكن تفرقع. كانت بتطلع المية كده من الخرم اللي انتوا شايفينه دوت، فكانت غلط جدا. قللوا المية لغاية مستوى فوق، يعني اقل كمان من مستوى الكوارع. وبعد كده بقى هنعمل الخلطة بتاعتنا. انا جبت صينية على النار وحطيت عليها نص معلقة صغيرة كده من السمنة، وحطيت عليها بقى ايه، البصل متقطعاه كده جوليان، وشوحته كده اهوت. وحطيت عليه كمان رشة من الفلفل الاسود ورشة كده من الحبهان. وحطيت في الاول رشة من الملح علشان ينزل المية بتاعته. وفضلت بقى اشوح فيه كده لغاية ما يدبل. واول ما يدبل معايا هنزل عليهم كده بمعلقة كده من بهارات المشكلة، وقلبتهم برضو. وهنزل عليهم بشوية مية صغيرين عشان يتكرمل معايا البصل كده، يديني كده لون جميل قوي للبصل. بعد كده هنزل عليهم بقى بحوالي 4 طماطمات او 5 طماطمات كمان كبار كده متقطعين مكعبات صغيرة. هنزل على البصل كده بيهم وهقلب كده تقلبتين، وهغطي عليهم النار مع شوية مية صغيرين عشان بس تتسبك شوية معايا الطماطمية. ما تبقاش كده مصححة، انا عايزاها تبقى زي الصلصة كده بالظبط، بس عايزة يبقى فيه شوية طماطم. وجبت كده الهراسة، فضلت اهرس كده في الطماطم والبصل لغاية ما الطماطم تتهرس معايا كده ويديني القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. هنزل بقى عليهم بمعلقتين كده من معجون الطماطم. معجون الطماطم ده اللي هي الصلصة المعلبة. وحطيت عليهم كمان معلقة كده من الملح ومعلقة من البهارات المشكلة. انا دقت الملح لقيتها محتاجة ملح فحطيت ملح، انتوا حطوا الملح على ذوقكم. شوفوا عايزين تحطوا او ما تحطوش زي ما انتوا عايزين. حطيت كمان عليهم كده خضرة المحشي اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة، قطعاهم كده صغير. بعد ما وصلت معايا للتسبيكة اللي انتوا شفتوها دي، كده بقت الصلصة معايا جاهزة. تعالوا بقى نشوف الكوارع بعد ما استوت. انا بص قللت المية للنص ازاي. اوعوا تعملوا غلطتي وتحطوا كمية المية دي كلها في حلة الضغط، عشان لا قدر الله ممكن يحصل حاجة، فاحنا بعيدا عن المشاكل اللي هتحصل منها. استوت كده معايا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، كانت مهرية خالص. بعد كده اخدتها وحطيت، انا عملت شوية كده مسلوقين عادي، وعملت بقى شوية بقى بالخلطة كده. حطيت كمية كده في الخلطة اكتر لان احنا بنحب بالخلطة اكتر. وحطيتها كده وفضلت اقلب فيها وسبتها على نار هادية شوية تتمزج كده مع بعض. وهقدمها بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا عملت جنبها ملوخية، والملوخية دي انا عاملاها في البيت برضو، مقطفاها من اول التقطيف وخرطتها. كانت برضو في منتهى الجمال. لو عايزين طريقتها قولي لي عليها تحت في التعليقات وهعملها لكم ان شاء الله. وقدمت كده معاها الكوارع بالطريقة دي، ودي شوربة الكوارع كانت بجد دسمة وكانت طعمها في منتهى الجمال. حلة الضغط بتطلع الشوربة بجد تحفة. وهنا بقى اكلت بقى الملوخية مع الكوارع مع الرز الابيض، بجد كان طعمه في منتهى الجمال. وكمان قدمت معاه الرز دوت عاملاه بالسمنة والزيت، كان بجد في منتهى الروعة. كده بخلصت معاكم الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم المرة الجاية فيديوهات جديدة، وبألف هنا يا رب.